الفيديو ده دخل دماغي بقى كام يوم. جاب البيك وكول سلو والصوت بقى 600 حركات. فتح قطع المساحه بتاع البيك وحط عليه الكول سلو، حط بقى كل بقى ايه الصوصات اللي عنده، اي صوص، وقلب يا معلم كده رغم افتح حط تاني صوصات. كفايه الصوصات بقى. بسم الله بالهنا والشفا. نفسي اجرب البيك، نفسي. طبعا هنا ما عندناش بيك، بس عندنا مكان بيعمل مسحب بالبيك اللي هو بازوكا. انا جبته قبل كده على فكره، فتعالى كده نجرب تاني نشوف ايه الدنيا. يلا بينا. اول مره اقف خالص يا جماعه. نفتح طلع الوجبه. طبعا الوجبه دي عباره عن 7 قطع مسحب، معاها بطاطس ومعاها صوصات ومعاها عيش وكاتشب وحركات. طبعا اشتريت كول سلو. طبعا لو انت اول مره تشوفني هقول لك برضو الاسعار تاني وكده. سعر الوجبه دي عامل 69 جنيه، فيها 7 قطع من المسحب. قبل كده لما جبت المسحب ده كنت مجربه عادي مش حار، كذا حد دخل قال لي لا جربه حار. تعال نجرب الحار المره دي عامل ازاي ونفتح نبص. انا صبعت حشر اهوت. 7 قطع مسحب حار، ومعانا بطاطس، ومعانا ايه ده صوص الباربيكيو وصوص ساوزن ايلاند 1000 جزيره. نقول بسم الله وندوق. يلا. طعم مختلف عن العادي، سبايسي بس مش اوفر، مش يضايقك. تعالى كده نجرب الطريقه التقليديه الاول. وايه هي الطريقه التقليديه؟ واحد عادي بياكل عادي، فهجيب الكول سلو يحطه على جنب كده. وبالمناسبه الكول سلو بتاع بازوكا عامل 22 جنيه وغالي قوي، يعني شكله صغير الصراحه مع 22 جنيه. وراح جايب شوكه، راح قاطع كده مسحب، وخد حته من المسحب حطها في الصوص الباربيكيو وراح واكل. طريقه حلوه وعاديه، بس احنا بقى عايزين نجرب الجديد المختلف. يلا بينا نشتغل. بالمناسبه الكول سلو بتاعهم يعني متوسط. عايز اعمل ريفيو، معرفش ليه لازم كده. نجيب المسحب ونقطع. قطع بس حقيقي المسحب اللي هو الحار احسن بكتير من المسحب العادي. حار محبش كده، مش حر يضايقك، لا محبش حلو. هوب. وتعالى كده برضو نقطع بطاطس. هوب. جميل. حط فوق بقى كده ايه فوق المسحب كده. نبدا بقى ننزل بالصوت. يلا بينا. خش بقى على الساوزند. خش. تعال حط كاتشب برضو، حط كاتشب زياده. وننزل اخر حاجه بقى كول سلو. بصوا خلطبيطه بالصلصه. اوكي قف يا معلم. انا عارف ان هيحصل كارثه دلوقتي عشان البوكس مش ملائم، ربنا يستر. تشيك جامد. نفتح. بص شبه اللي في الفيديو. شايف المنظر عامل ازاي؟ نقول بسم الله. الحرقان مع الكوسلو جامد صدقوا، مع بطاطس. هي بس مشكله في العلبه مش مهيئه كده. البطاطس جوسي. ده بصراحه تجربه هايله جدا، تستحق التجربه. احسن بكتير انك تاكلها لوحدها. صوصات في كل حته، كوسلو في كل حته، بطاطس في كل حته، كمنطقيا كده احسن. المهم يعني لو عجبتك حلقه النهارده ما تنساش باللايك على طول. انزل حط لايك عشان الفيديو دوت ينتشر ويروح في كل مكان، ومنشن لصاحبك وقول له تعال نجربها. يلا كده معكم محمد عصام، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. سلام.